بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا شرح الموقع اديومي. اديو.مي وهو موقع الربح من خلال روابط. بس الموقع ده اللي بيميزه ان هو كل قصاد كل 1000 زيارة بتاخد مبلغ كويس، هو حوالي $1.50 او على حسب الزيارات اللي بتجيلك من انهي بلد. طب تمام، نشوف ازاي نعمل اكونت عليه. سهل جدا. هتكتب هنا اليوزر نيم اللي هو اسمك ايا كان. مثلا انا طبعا مسجل في الموقع، فهشرح لك بس الايه الخطوات. هنا الاسم، وهنا تكتب الباسورد، وهنا تكتب الباسورد التاني. بعد كده تكتب الايميل بتاعك، ياهو او جيميل او ايا كان. وهنا تعملها بابليشر مش ادفرتايزر. ماشي. وبعد كده تكتب هنا الكابتشا وتكتب I agree to terms I am John. بعد كده هيبعت لك رسالة هناك على الجيميل او الياهو، رسالة تفعيل. هتدخل عليها وتدوس، هيفتح لك يقول لك اعمل لوج ان. وطبعا هتكتب الاكونت والباسورد بتاعك. طبعا هسجل دخول بالايميل بتاعي، واختار هنا ببلشر تاني لوجن تو اكونت. كده فتح البروفايل بتاعه والداشبورد. هو ده الاحصائيات بتاعتي وكده. زي ما شايفين من يوم 12 لحد النهاردة $3 وشوية. والنهاردة جايب 100 و1588. زي ما احنا شايفين الزيارات معظمها من يونايتد ستيت، من امريكا. فطبعا ده بيزيد لك نسبة الربح طبعا. طب ازاي كده احنا سجلنا في موقع اديومي؟ المفروض ان انت في الموقع ده بتختصر روابط، وكل واحد بيدخل على الرابط بيتحسب لك بايه؟ بزيارة. وكل 1000 زي ما قلنا بيتحسبوا لك $1.50 او ايا كان حسب الناس اللي بتزور لك الموقع جنسيتهم ايه. طبعا نوريكم ازاي ايه بتختصر رابط مثلا عشان تبعته للناس تدخل عليه وكده. طبعا احنا مش هنعمل كده، احنا هوريكم طريقة تانية سهلة جدا ما فيهاش اي تعب خالص. بس ايه، نوريكم الطريقة الاول. طبعا هخش اجيب اي فيديو مثلا من على القناة بتاعتي. هجيب اي فيديو، مثلا هجيب الفيديو ده او ادخل عليه. ماشي. هناخد اللينك بتاعه اللي فوق هنا وناخده كوبي. بعد كده هنروح هناك على adio.me، هندوس create link، هنحطه هنا بس، وندوس create. هنستنى يجيب لك كده تم ان هو اختصار بتاعه. كوبي كده، تاخده كوبي وتبعته لاصحابك، وكل الناس تدخل عليه ايه، ارباحك هتزيد زي ما قلنا. طب بس الطريقة دي صعبة جدا، وطبعا انت مش هتقدر توصل ل1000 كبيرة يعني. طب نعمل ايه؟ عندنا موقع تاني هنا اسمه هيتليب. الموقع ده بيخليك انت تدخل على روابط بتاعت ناس، ويخلي لك ناس تدخل على الروابط برضو بتاعتك. بس الميزة اللي فيه ان هو اوتوماتيك، يعني انت مش هتدخل على حاجة. انت هتحمل برنامج تبع الموقع ده، هو هيخليك انت تدخل اوتوماتيك على الموقع، ويجيب لك ناس برضو ايه اوتوماتيك. طبعا دوس ساين اب برضو هنا. هتكتب الايميل واليوزر نيم والباسورد، وتكتب الباسورد التاني. وطبعا هبعت لك برضو رسالة هناك على الاكونت زي ما قلنا. وهنا انا هسجل دخول بقى بالايميل بتاعي. كده زي ما شايفين فتح قدامنا. ده كده واجهة الموقع زي ما احنا شايفين. طب الموقع ازاي نحط يعني ازاي نجيب زيارات ليه؟ اول حاجة نخش، هيبقى يفتح لك كده تخش على ماي ويب سايت. هيظهر لك هنا انك تقدر تضيف ايه، تلات روابط تخلي الناس يدخلوا عليهم. طبعا حاطط التلات روابط في رابط واحد. يعني انا حاطط رابط واحد زي ما شايفين مكرره 3 مرات عشان يزود لي نسبة الزيارات. طيب هنا انا امسح مثلا، امسح ده مثلا. فانا ادوس هنا اد نيو ويب سايت. هروح دايس اد، وبعد كده اروح هنا اخد اللينك اللي احنا اخده كوبي من هنا، كوبي اللي هو اللي احنا اختصرناه بتاع الفيديو. واجي هنا واحط باست. ودي نخليها مثلا اقل حاجة، مثلا نخليها 10 كده. وبعد كده ندوس ايه submit for review. كده هو بيقول لك ان احنا كده احنا بيقول لك احنا بنراجع الرابط بتاعك، احسن يكون فيه سبام او هاك او حاجة زي كده يعني. فنعمل ريفرش كده. المفروض اهو بيقول لك اكتف، يعني هو دلوقتي كده اشتغل. يعني اللي هيدخل على لما تشغل البرنامج الناس هتدخل على اللينك بتاعك.
طيب بعد كده هنيجي على اللي احنا نحمل البرنامج اللي تبع الموقع عشان يخليك تدخل على الناس اوتوماتيك. طب هتدوس هنا داونلود هيت ليبر فيور، فهيقول لك انت عايز تسيفه فين، فهتسيفه هنا وتبدأ تسطبه زي اي برنامج عادي. طيب بعد كده هنروح بعد ما نسطب البرنامج طبعا نيكست زي اي برنامج يعني مفهوش اي جديد. فهنيجي هنا بعد ما يتسطب هنلاقيه ظهر لي بالشكل ده. فهندوس هنا. طبعا في اول مره هيقول لك تسجل الدخول يعني، فانت هتكتب اليوزر نيم والباسورد اللي انت سجلت بيهم على الموقع. وبعد كده هتيجي هنا ده كده عشان ايه، انت يخليك تدخل على الموقع تلقائي ويخلي الناس تدخل على مواقعك برضو، كل ده اوتوماتيك من غير ما تتعب نفسك. فانا هنزل تحت وهدوس ايه ستارت بعد ما اسجل دخول الاول، هدوس ستارت. هنا كده هو بدأ ايه، هتلاقيني ان انا بدخل على مواقع هنا وقصادها بيجيب لي برضو زيارات. فانت تقدر تنزله هنا وتصنع او تشتغل زي ما انت عايز، تعمل اي شيء ممكن وهو شغال تحت ايه بيعد وبيجيب لك زيارات. طيب دي كده الطريقة العادية اللي كله بيشرحها. في طريقة تانية انك تزود، ازاي تضاعف الربح بتاعك. يعني بدل ما افتح لان ما ينفعش تفتح غير برنامج واحد. طب انا مثلا عايز ازودهم يعني خليهم افتح نافذتين مش نافذة واحدة. اعمل ايه؟ هدخل على جوجل واكتب ايه ساند بوكسي، هيظهر لك موقع زي كده اهو زي ما شايفين ساند بوكسي. طبعا هنيجي افتح لنا زي هنا، هندوس على كلمة داونلود، هتجيلنا صفحة زي كده، هندوس على ايه على الصورة زي كده، هتلاقي بيقولك ان انت عايز تسيبه فين. فانا طبعا محمله برضو، فهنيجي هنا برضو نسطبه زي اي برنامج عادي. يعني نيكست برضو. والاول هنشوف الايه الزيارات عندي هنا كام. الداشبورد هنرجع الاول عشان اوريكم ان الزيارات بتزيد. 102 كانت 100 في الاول من غير ما نعمل حاجه، زادوا 102. طيب ازاي نفتح نافذتين؟ لو جيت افتح هنا نافذه تانية هنلاقي ان هو يعني ما فيش حاجه، هتلاقيه برضو ان هو فتح لي دي. طب نعمل ايه؟ اول حاجه هقفل دي كده. بعد كده بعد ما اسطب البرنامج طبعا هيطلب منك انك تعمل ريستارت للجهاز، فهتعمل ريستارت وبعد كده تدوس كليك يمين سند تو ساند بوكسي وبعد كده ديفولت بوكس، هتدوس عليها هتبدأ ان هو يفتح لك البرنامج ايه بنافذة ومكتوب جنبيها كده شباك كده. هو دي كده اول مرة نفتح البرنامج. هنيجي تاني وندوس عليه دوستين عادي اكنك بتفتح البرنامج عادي، هتلاقيها فتح لك نافذة ايه تانية. كده انت عندك ايه نافذتين زي ما شايفين كده، تقدر تضاعف منهم الربح. طبعا هننزل وهدوس ستارت هنا، وطبعا هنا لسه هتحمل لان انا اول مرة افتحها، فهيبدأ يحمل شوية برضه هيجيب لي نفس الحكاية ان انا ادوس ستارت. وهيبدأ كده ده عملية مضاعفة الربح. يعني بعد ما انت تكسب مثلا دولار في يوم هتكسب 2، بدل ما تكسب نص هتكسب $1. طبعا الروابط بتاع المواقع هسيبها لكم تحت الفيديو وطبعا هتسجلوا من رابط الريفرر بتاعي زي ما انا سفدتكم برضو، هتسجلوا طبعا من رابط الريفرر بتاعي. فهسيب ده كله تحت الفيديو، واتمنى الشرح يكون عجبكم. وزي ما شايفين يعني انا برضو عايز اثبت لكم ان في فيو بتزيد من غير ما اعمل حاجه. فاعمل ريفرش اشوف كده، لسه البرنامج مشتغلش. على العموم يعني انك هو بياخد وقت شويه عشان يفتح معاك عشان يبدا يعني يشتغل وكده. برضو ندوس ريفرش تاني. طبعا كده لان انا لسه فاتح ايه نافذه واحده، هتلاقيه بيزيد ببطء شويه، لكن لما الاتنين يشتغلوا هتلاقي ان هو ايه الربح بدأ ايه يزيد معاك. طبعا كده عشان ما اخرش عليكم فيديو ما يطولش كده اكون خلصت الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.